مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ وإن شاء الله زينين، إن شاء الله دايما بخير وصحة وسلام. اليوم راح أسوي وياكم المسخن بطريقة بسيطة وكل سهلة. سويت هنا أنا عندي بصل قطعت حلقات أو شرائح، اللي تحبون تقطيعته قطعوه. خليته بهذا الشكل بالصينية وفردته، خليت عليه سماق. راح أكثر شوية من السماق ورشة ملح بهذه، وخليت هنا نص كوب من زيت الزيتون. هو يحب زيت الزيتون، إذا تحبون تكثرون زيت الزيتون عادي كثروا، أنا خليت نص كوب كلش كافي. بهاي الشكل راح أتبل بيه البصل كل زين وأخليه على جهة. هنا أنا عندي سماق وعندي بابريكا وعندي أوريغانو وعندي شوية من الكزبرة وكاري وملح وشطة وثوم مهروس مثل ما تشوفون بهذا الشكل. عندي دجاج مغسول ونظيف بهذا الشكل. راح أخلي خاشوقة من الثوم المهروس. إذا تحبون لا تخلون بهارات، خلوا بس سماق وثوم وشوية شطة كلش طيب يصير، بس هم يحبون بيها بهارات بيتنا. هنا أنا خليت مثل ما تشوفون الثوم والشطة والملح بهذا الشكل. هاي البهارات اللي خليتهم بالأول كلش كافي. هسه خلينا الأوريغانو وخليت شوية من الكزبرة وخليت بابريكا بهذا الشكل. خليت السماق، طبعا السماق كثرته شوية، زدت بعد شوية سماق. هنا أنا كاري بهذا الشكل، وهنا راح أخلي شوية من زيت الزيتون، ربع كوب تقريبا من زيت الزيتون، حتى أخلط بهم الدجاج كل زين بهذا الشكل. هسه بعد ما خلطتهم بهذا الشكل كل زين، راح أخليهم على صينية البصل وراح أخليهم على الفرن على الرف الوسطاني. وهنا حبايبي بعد ما خليت الدجاج على صينية البصل، هم راح أرشه سماق. مثل ما تعرفون هذا الأكلة كلش حلوة، تحب السماق وزيت الزيتون. هنا أنا راح أرشلها سماق بهذا الشكل وراح أدخلها للفرن إلى أن تستوي. طبعا بعد ما استوت لقيت البصل ذايب وبيها صلصة وزيت الزيتون، حطيت خبزة وذبيت الصلصة اللي طلعت من الدجاج والبصل كلش طيبة، نقعت بيها الخبز. هي المفروض تتنقع الخبزاية كلها بزيت الزيتون، بس احنا ما نحبها هواية، فخليت بيها هيك صلصة شوية زيت الزيتون وقدمتها بهذا الشكل. ان شاء الله يعجبكم.